السلام عليكم. احنا النهارده بنكمل شغل في الجناح الفندقي. عايز اقول لكم حاجه سريعه جدا. شايفين الواح الفوم دي والمشمع ده؟ انا هنا بحركه سبورت ضربت عصفورين بحجر. ازاي عملت كده؟ شايفين الجنب ده؟ او تعالوا بصوا هنا من هنا اوضح هندسه. شايفين الجنب ده؟ الجنب ده لما اجي اعمل السميل بتاعي انا عايز احاول السميل ده اللي هيطلع للحيطه، فبناء عليه انا بحاول ايه؟ اخلي السميل ده قدر المستطاع يكون ملاصق للحيطه. لو انا حطيت لوح خشب هنا مضطر عشان اعرف اخلعه تاني ان انا ارحل السميل ده كمان شويه كده. طيب ايه تاني؟ انا محتاج عازل هنا قوي. العازل ده مش افضل حاجه ان انا اعمله عزل اسمنتي او اي عزل تاني. افضل عزل في الحاله بتاعتنا دي هي الفوم وراه مشمع. هيشتغل كعزل قوي جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت حقق لي الهدف بان انا اقدر اعمل السميل بتاعي ملاصق لحته الجار بدون ما اضطر ان انا اسيب بقى خشب او اسيب حاجه. يبقى ضربت عصفورين بحجر بحركه سمارت واحده، ان انا جبت الفوم اشتغل كانه لوح خشب، وفي نفس الوقت اشتغل كعازل قوي جدا مع الالواح المايكرون ده، لان سمكه لا يتخطى 2.5 سم اللي هو نفس سمك اللوح الخرسانه، لوح الخرسانه المسلحه. مع العلم ان انا طبعا لسه هطلع المسلحه فوق عندي هنا. تمام، شكرا.